زي ما انتوا عارفين من كام يوم انا كبرت سنة وتميت 26. وخلال ال26 سنة دول انا مريت بحاجات ومريت بتجارب. مش عايزة اكلمكم او احسسكم ان انا البنت اللي كسرت الدنيا والبنت اللي اتعلمت حاجات كتير والبنت اللي واجهت مشاكل وحاجات كتير، لا. انا زي اي حد منكم بيعيش تجارب، بيعيش تفاصيل، بيعدي بمواقف في حياته. كل المواقف اللي بنعدي بيها واللي بنشوفها بنتعلم منها. يمكن اللي انا بتعلمه غير اي حد تاني، ممكن اكون اقل ممكن اكون اكتر، ولكن انا بحب ان كل سنة اعمل معاكم الفيديو ده واقول لكم الحاجات الجديدة اللي انا اتعلمتها، يمكن تفرق مع اي حد منكم ويمكن تفيد معاكم وتنقذكم من موقف او في تجربة جديدة انتوا هتمروا بيها. فانا النهارده جايه اقول لك 26 حاجه اتعلمتهم في 26 سنه. مش هقول لك دروس، ولكن حاجات بسيطه فرقت معايا كتير قوي. فانا معايا المشروب بتاعي وانت كمان هاتي مشروبك واقعدي ركزي معايا واسمعي الفيديو كده وانت فاضيه ورايقه عشان تستفيدي منه. شايفين المج قد ايه حلو؟ ده كان من هدايا عيد ميلادي. المره دي الفيديو هيكون متقسم، هتلاقوا كل كام حاجه اتعلمتها في كاتيجوري انا بتكلم معاكم فيها ومقسمها لكم، وهحاول ان انا اقسمها لكم تحت. وتقريبا هما كل كاتيجوري اتعلمت فيه 5 حاجات، فهتلاقوهم كده متقسمين ومتنظمين. عايزه اقول لكم ان انا كاتباهم ومقسماهم كده في مجموعات عشان برضه اكون واضحه معاكم. اول بارت هيكون حاجات اتعلمتها عن نفسي. اول حاجه اتعلمتها مش لازم تستني تبقي واثقه من نفسك عشان تبداي. زمان كنت فاكره ان لازم اكون جاهزه وواثقه من نفسي تماما عشان ابدا في اي حاجه جديده، لكن اكتشفت ان التجربه بتيجي بعد ما بنبدا، بعد ما بنتعلم ونغلط وبنجرب ونتعلم من التجربه اللي احنا مرينا بيها، مش قبلها. تاني حاجة اتعلمتها، المقارنة بتخسرنا فرحتنا. مقارنة نفسك بغيرك أكتر حاجة ممكن تسرق منك فرحتك، لأن كل حد ليه توقيته وليه رحلته وليه ظروفه وليه حياته اللي عايشها بتفاصيل مختلفة عن حياتك. انت ممكن تشوفي حد وصل لحاجة انت نفسك توصلي ليها، ولكن ده مش معناه ان انت متأخرة. فالمقارنة هتخسرك كتير. تالت حاجة، الراحة مش معناها اني كسولة. جت عليا فترة كنت فاكرة إني لازم أكون بعمل حاجة طول الوقت عشان أبقى ناجحة، ولكن اكتشفت إن الراحة احتياج مطلوب ما بين وقت والتاني. فالراحة جزء من الرحلة، وإنك لما بتدي نفسك وقت ترتاحي ده بيديكي فرصة أكبر في اللي جاي. رابع حاجة، مش لازم كل الناس تحبك أو تفهمك وتوافق عليكي، وما ينفعش يكون هدفك إنك تحاولي ترضي كل الناس أو إن الناس تكون متقبلاكي، لأن الطبيعي إن مش كل الناس هتجتمع على حب حد واحد. ولكن اهم حاجة انك تكوني عارفة انت مين وعايزة توصلي لايه. خامس حاجة، علاقتك بنفسك اهم حاجة. بالعكس، هي اصلا اساس لكل حاجة. الطريقة اللي بتكلمي بيها نفسك واللي بتعاملي بيها نفسك بتفرق بكتير اكتر مما تتخيلي. وندخل في الكاتيجوري اللي بعده، حاجات اتعلمتها عن العلاقات. سادس حاجة اتعلمتها ان مش كل حد هيبدأ معايا لازم يكمل معايا للآخر. في ناس وجودها في حياتنا بيكون لفترة معينة، تعلمنا حاجة أو تكون جزء من المرحلة، وده مش معناه إن وجودهم كان غلط. بالعكس، هو وجودهم كان موجود لوقت معين استفدنا منه أو اتعلمنا منه بشكل ما. وأوقات كتير وجود الناس في حياتنا لفترات معينة بيكون درس لينا. سابع حاجة، الحدود مش قسوة. كنت فاكرة إني لما أقول لأ أو لما أحط حدود ده ممكن يزعل الناس اللي حواليا مني، او ان بكده ممكن اكون بزعل حد، ولكن مع الوقت اكتشفت وتعلمت ان الحفاظ على حدودي ده جزء كبير من راحتي، وده في وقت ما بيحافظ على طاقتي وسلامي الداخلي. تامن حاجة اتعلمتها انها مش بالعدد، الاهم من ان انت تكوني عندك علاقات كتير ان انت تكوني موجودة في علاقات بتعرفي تكوني فيها على طبيعتك. فاختيار الناس اللي حوالينا مهم جدا، والاهم ان احنا نختار ناس نقدر نكون على راحتنا وعلى طبيعتنا معاهم، ما نكونش بنتصنع او ان احنا بنحاول نكون شخصية معينة عشان يفضلوا موجودين في حياتنا. مهم جدا ان احنا نكون مع ناس احنا مش محتاجين نمثل او ان احنا بنحاول نثبت حاجة عشان يفضلوا موجودين. تاسع حاجة اتعلمتها ان مش كل نقاش محتاج مننا رد، مش كل رأي محتاج دفاع، ومش كل موقف يستاهل ان احنا نديله جزء من طاقتنا حتى ولو كان جزء بسيط. ومع الوقت ومع المواقف والتجربة هتعرفي وهتفهمي ايه هي المواقف اللي محتاجة منك وقت وان انت تديها طاقة وايه اللي لأ. عاشر حاجة، حبك لنفسك بيغير طريقة اختيارك للناس، والنقطة دي مهمة جدا. لما تعرفي قيمة نفسك بتبقي مركزة وبتبقي أحرص على إنك تعرفي مين بالظبط اللي يدخل حياتك ومين اللي يكون موجود فيها، لأن مش كل حد يستحق إن هو يكون موجود معاكي. فلما بتبدأي تقدري نفسك كويس بتعرفي تقدري الناس اللي تدخل في حياتك صح.
ونيجي لتالت جزء او تالت كاتيجوري، وهي حاجات اتعلمتها عن تطوير نفسي او عن تطوير الذات عموما. العادات الصغيره بتغير الحياه. اكتشفتوا ان احنا مش لازم نعمل تغييرات ضخمه، ولا التغيير في الحياه بيجي من خطوه كبيره او خطوه تحصل مره واحده، ولكن التغيير بيجي بالخطوات الصغيره البسيطه اللي احنا بنكون قادرين نكررها او نعملها كل يوم. العادات الصغيره دي قادرة تعمل فرق كبير. والحاجة اللي اتعلمتها رقم 12 تقريبا، ان الانضباط اهم من الحماس. كم مرة اتحمسنا لحاجة وما كملناش فيها، لان الحماس بيجي وبيروح، لكن اللي بيوصلنا فعلا ان احنا نكمل حتى في الاوقات اللي ما عندناش طاقة فيها هو الانضباط والاستمرارية. فالاهم من انك تكوني متحمسة انك تكوني قادرة تكملي وتستمري في اللي بدأتي فيه. والحاجة رقم 13 اللي انا دايما بتكلم فيها، ان التخطيط بيريح الدماغ، لانه دايما بيرتب وبيخلي كل خطواتك واضحه قدامك. لما اعرف انا رايحه فين واولوياتي ايه، ده بيخلي يكون عندي مساحه اكبر ان انا اركز بدل ما افضل تايهه، فبالتالي هيريح دماغك وهيخلي طريقك اسهل. الحاجه اللي بعدها ان التعلم عمره ما بيخلص. مهما وصلنا هنلاقي دايما ان في حاجه جديده محتاجين نتعلمها او مهاره محتاجين نطورها. والحاجه رقم 15 ان الاستثمار في نفسك عمره ما بيروح، وده بالنسبه لي اهم استثمار ممكن تعمليه في حياتك، سواء كان وقت او مجهود او تعلم او فلوس. كل حاجة بعملها عشان اطور نفسي بترجع لي بطريقة او باخرى، حتى لو انا مش شايفة النتيجة بتاعتها دلوقتي، في وقت ما هلاقي النتيجة دي وهلمسها. بالنسبة لي مش كل ده دروس، ومش عايزة الفيديو يروح في اتجاه النصايح قوي، ولكن انا بكلمك زي اكني فعلا قاعدة معاكي في فيديو كول، وبديكي فعلا اللي يفيدك واللي يفرق معاكي من خلال اللي انا مريت بيه او اللي انا فهمته على مراحل طويله بديهولك انتي في كام دقيقه. فاتمنى تقدري ده وتعملي لايك وسبسكرايب كمان. هنيجي للكاتيجوري اللي بعده او الجزء الرابع، وحاجات اتعلمتها عن الشغل والطموح. والحاجه رقم 16 ان البدايه مش لازم تكون مثاليه. كتير بنستنى الوقت المناسب او الخطه الكامله، لكن الحقيقه ان التعلم او الحاجه احنا بنتعلمها لما بنبدا فيها. المثاليه هتعطلنا، مش هتعمل اي حاجه تانية. فلازم نكون حاطين في دماغنا ان البدايه مش لازم تكون مثاليه، احنا نبدا ومع الوقت هنتعلم ان احنا نوصل لشكل مثالي واحسن. والحاجه رقم 17 اللي اتعلمتها، ان الخوف طبيعي قبل اي خطوه كبيره، او حتى لو مش خطوه كبيره. وجود الخوف مش معناه ان احنا مش قادرين، ده بالعكس اوقات بيكون دليل اننا بنطلع من منطقه الراحه بتاعتنا. وانا دايما بشوف ان الخوف ده بيخلينا دايما بنحاول نكون احسن، ان انا خايفه اقع في حاجه، ان انا خايفه يحصل مشكله معينه، فبيخليني اشتغل واجتهد عشان اتفادى الحاجه اللي ممكن اقع فيها دي. فاوقات كتير بيكون دافع ان احنا نكون احسن. والحاجه اللي بعد كده ان النجاح مش خط مستقيم. في ايام بنحس ان احنا بنتقدم، وايام بنحس ان احنا بنرجع لورا، وان الخطوات اللي خدناها احنا بنرجع عكسها لورا. وخليني اقول لك ان ده جزء طبيعي من اي رحله، وتفادي الصعوبات اللي بتواجهنا ده جزء كبير جدا من النجاح. والحاجه اللي اتعلمتها بعد كده ان كل حاجه بتكون محتاجه وقت عشان تتبني، فخدي وقتك في بناء الحاجه اللي انت بتحبيها، سواء شغل او حلم او اي حاجه انت نفسك فيها. المهم ان احنا نستمر عليها ونبني بالطريقه اللي تناسبنا. الحاجه رقم 20 اننا لازم نحتفل بالخطوات الصغيره. مش لازم استنى اوصل لحاجه كبيره او اوصل للنهايه عشان ابدا احتفل وادي لنفسي كريدت ان انا فعلا بذلت مجهود وانجزت. الخطوات الصغيره والانجازات البسيطه اللي احنا بنحتفل بيها كل يوم قادره ان هي في وقت ما توصلنا لانجاز والهدف كبير. فاحنا محتاجين نفتخر بنفسنا، لان كل خطوه في الطريق اكيد ليها قيمه. ودلوقتي هنيجي لاخر جزء، وهي دروس شخصيه اتعلمتها عن الحياه. الحاجه رقم 21 ان مش لازم اكون عارفه كل الاجابات دلوقتي، ولا لازم كل حاجه تكون واضحه قدامي دلوقتي. زمان كنت بحس ان لازم يكون عندي خطه واضحه لكل حاجه، لكن مع الوقت اكتشفت ان عادي امشي خطوه بخطوه، وان بعض الاجابات او بعض الحاجات بتوضح معانا واحنا في الطريق مش قبل ما نبداه. فبدل ما اكون مستعجله ان انا افهم واعرف كل حاجه دلوقتي، بدات اخد وقتي وامشيها خطوه بخطوه، ومع الوقت بفهم. الحاجه اللي بعدها اتعلمت ان لازم ندي لنفسنا مساحه نغلط ونتعلم. مش كل غلطه معناها فشل، اوقات كتير الغلط اللي بنقع فيه مع الوقت هو اللي بيخلينا نفهم نفسنا اكتر. لما بنقع في الغلط، طريقه تعلمنا وطريقه فهمنا للموقف والطريقه اللي بنقوم بيها ونرجع بيها من تاني بتساعدنا كتير ان احنا نفهم عن نفسنا. والحاجه اللي بعد كده اللي هي رقم 23 اتعلمت ان انا اقدر ابدا من جديد في اي وقت. مفيش وقت معين يقول ان كل حاجه فاتت خلاص، يعني طول ما احنا عندنا رغبه نبدا نقدر نعمل ده، وحتى لو بدات ووقفت اقدر ارجع ابدا من جديد تاني. والحاجه رقم 24 ادركت ان انا اقدر اكون فخوره بنفسي وانا لسه في الطريق.
يعني مش لازم استنى اوصل لكل اهدافي عشان اقدر المجهود اللي انا عملته. انا كل خطوة باخدها، كل انجاز صغير بعمله، كل حاجة بسعى ليها في الطريق للهدف الكبير اللي انا عايزة اوصل له، ده مجهود استحق ان انا افتخر بنفسي بيه عشانه. فانا اقدر اكون فخورة بنفسي في كل وقت، وانا في البداية ولما بدأت وانا لسه في الرحلة ولما وصلت. والحاجة قبل الاخيرة رقم 25، اتعلمت أقدر الحاجات الصغيرة والنعم البسيطة. تقدير النعم البسيطة قادر يغير نظرتنا للحياة بشكل مختلف، لأن مش كل السعادة لازم تكون حاجة كبيرة. أوقات كتير أبسط اللحظات هي اللي بتفرق. ولما نبدأ نقدر النعم اللي موجودة في حياتنا حتى أصغرها وأبسطها من وجهة نظرنا، ده هيفرق في نظرتنا لحياتنا، وهيفرق في تقديرنا حتى ليومنا العادي. فالحمد لله على كل النعم الموجودة في حياتي. والحاجة الأخيرة رقم 26 والأهم بالنسبة لي، إن أهم حاجة إن أنا أفضل قريبة من نفسي ومن الشخص اللي أنا عايزة أكون عليه. لأن في النهاية الحياة مش بس عن اللي احنا بنحققه، لا كمان عن الشخص اللي احنا بنكون عليه واللي بنصبح له واحنا بنحقق ده. فالأهم من إن أنا أوصل إن أنا أركز أنا بقيت مين وأنا بوصل. وبس كده. ودي كانت 26 حاجة اتعلمتهم في ال26 سنة اللي فاتوا من عمري. أكيد لسه في حاجات كتير بتعلمها، ولسه في حاجات أكتر هتعلمها، لأن الحياة عبارة عن رحلة مستمرة. فطول ما احنا عايشين، طول ما احنا بندرك، طول ما احنا بنكتشف، طول ما احنا بنتعلم اكتر واكتر. فانا حبيت اشارككم الحاجات اللي فرقت معايا لحد دلوقتي. ما تنسوش بقى انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة اتعلمتوها وفرقت معاكم، او ايه اكتر حاجة قلتها حسيتوها ولمستكم فعلا. وبس كده، كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم واستمتعتم بيه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.